أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. شاهد بالصور كاتدرائية القديس يوسف في هارتفورد، تحفة معمارية تجمع بين التاريخ والحداثة. تعد كاتدرائية القديس يوسف واحدة من أبرز المعالم الكنسية في الولايات المتحدة، حيث تمثل مزيجا فريدا بين الإرث التاريخي والتجديد المعماري الحديث. وتعود جذور الكاتدرائية إلى عام 1872، حيث شيد أول مبنى لها وفق الطراز القوطي التقليدي، إلا أن هذا الصرح التاريخي لم يدم، استعرض لحريق مدمر عام 1956 أدى إلى انهياره بالكامل. وفي عام 1962 اكتمل بناء الكاتدرائية الحالية التي صممتها شركة إيجرز هايجنز لتصبح نموذجيا مميزا لعمارة منتصف القرن العشرين، خصوصا طرازي الحداثة والبورتو سلايست، وقد بنيت باستخدام الخرسانة والحجر الجيري، مما منحها طابعا ضخما وقوة بصرية لافتة. ويصل ارتفاع الواجهة الخارجية للكاتدرائية إلى نحو 300 قدم، في مشهد معماري رهيب، بينما يتميز الداخل بأجواء مشرقة وملونة بفضل نوافذ زجاجية ضخمة يصل ارتفاعها إلى 70 قدم، مما يضفي إحساسا روحانيا فريدا على المكان. وتحتضن الكاتدرائية واحدة من أبرز أعمال الفن الكنسي في العالم، وهي لوحة جدارية ضخمة مصنوعة من البلاط الخزفي، وتعد الأكبر من نوعها عالميا، وتجسد مشهد المسيح في المجد. وشهدت الكاتدرائية حدثا كنسيا مهما عام 2020، حيث أعلن فيها تطويب الأب مايكل ماكيفني مؤسس منظمة فورسان كولومبوس، معزز من مكانتها الروحية والتاريخية. وتظل كاتدرائية القديس يوسف وجهة مميزة للزوار، بما تحمله من جمال معماري وروحانية عميقة، لتؤكد مكانتها كواحدة من أروع الكنائس في الولايات المتحدة. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.